هو ليه بنات المنصورة حلوين؟ لما لويس التاسع قرر ان هو ياخد مصر عشان هي اللي كانت منع على الحملات الصليبية انها تكمل في الدول الشرقية، فقرر ان هو هيجمع تقريبا 80 ألف جندي. ولما وصل دمياط عملوا فيها قاعدة عسكرية، وبعدها كان الدور على المنصورة. في الوقت ده اهل المنصورة عرفوا اللي لويس عاوز يعمله، فقرروا ان هم هيدافعوا عن بلدهم. وده لما الستات كانت جاهزة بالمية المغلية فوق السطوح، والرجالة كانوا واقفين بالشوم والعصيان جوه البيوت. ولما لويس دخل المنصورة اتفاجئ انها فاضية، فاستغرب، والاول افتكر ان اهلها هربوا، لحد لما لقوا فجأة اهل المنصورة كلهم طالعين وراهم بالعصيان، والستات بيدلقوا المية السخنة من فوق السطوح. فهرب لويس لفرسكور لمدة شهرين، وبعدها قرر ان هو هيرجع دمياط تاني. بس وقتها الجيش المصري طارد لويس لحد ما حبسه، وتفاوضوا مع فرنسا انهم عشان يرجعوا لهم لويس يدوهم دمياط تاني ومبلغ من المال. فحاولت مراته انها تجمع جزء كبير من الفلوس وباعت ذهبها، بس في الاخر ما عرفتش تجمع الفلوس اللي كانوا طالبينها، بس راحت بفلوس الذهب وسابتها لهم. زي ما تقولوا كده المصريين صعب عليهم الست فسابوا لها جوزها. بس ايه علاقه ده بقى كله بجمال بنات المنصوره؟ لما لويس هرب من المنصوره فضل شويه جنود مقصورين وما عرفوش يدفعوا الفلوس، وفرنسا ما تصدرت لهمش. بعد فتره خرجوا واعلنوا اسلامهم، وأقاموا في المنصورة واتجوزوا من أهلها اللي وقتها كان اسمها جزيرة الورد. ومن ساعتها ورثوا منها البياض والعيون الزرقاء والشعر الأصفر.